اهلا وسهلا. شنو احوالكم؟ لاباس عليكم الناس الكل؟ اليوم سخانه ما نحكي لكمش. نخمش باش نطيب دباره، حاصل ديريكت دخلت معاكم في صلب الموضوع. هذه مقتطفات من الدباره نتاعنا اليوم. الصوص هذه هي نورمالمون صوص بلونش، عندي انا ولات صوص جون. زدتها الكركم الحاسل باش الصغار ينجموا ياكلوها لي. تعرفوا شنيا البنات؟ سهله وما تاخذش برشا وقت، وكان حايرش باش تطيب عليك كان بالوصفه هذيا. تبع الفيديو للاخير تو تعرفوا. نقليو البصل حتى اللي نشوفوه حمار هكا بالطريقه هي. قد ما يتكرمل البصل قد راهو ما يعطينا نكهه بنينه معناها في المذاق. انا مثلا لهنا خديت 4 روس مش كبار برشا، قصيتهم بالطريقه هذيا، حطيتهم في شويه زبده وزيت كيما قاعدين نشوفوا، قاعده نقلي فيهم بالكدا حتى يكشي يحمروا يعملوا اللون تحسوا انت كالكراميل. قد راهو البصل ما يسيب النكهه نتاعو وما يتقلى ويتكرمل، قد ما يعطيكم مذاق لذيذ جدا في الحاجه اللي باش تطيبوه. هذه زاده وصفه من الوصفات السريعه السهله للعشاء في الصيف، خاصه ان احنا ما نحبوش الكوجينه برشا، الدنيا سخونه والكل سهله زاده الوصفه هذه وما تاخذش برشا وقت. تابعوا الفيديو للاخير وتشوفوا قداش سهله. وتنجم الوصفه هذه كيما تعملها سندويشات مع هريسه وتحب تزيد مايونيز وتزيد معناها جبونات والكل، تنجم تصمت لها مقرونه، وتنجم طيب شويه روز ابيض وتخلط بالصوص هذيا وتاكلها، ولا تنجم تفقس فيها عظم وتولي عجابيده. اما كي تتبعوا الفيديو للاخير تشوفوها تشوفوا قداش سهله وما نحكي لكمش على البن. اللي يحب يحط سكالوب يحط. انا عندي شويه صدر نتاع دجاج سمطته في شويه ماء وزعتر وكليل وفوحته بالكدا، خاطر الماء نتاعو هذاك نتاع الدجاج اللي سمطته باش نطيب فيه الروز، باش الروز ياخذ لي مطعم الدجاج. ما عندكش دجاج تحب سكالوب، قص سكالوب ديريكت ترميره من غير ما تطيب، معناها اسهل الوصفه هي الاصلانيه، معناها ديريكت تحط قص سكالوب وحط، ولا صدر الدجاج ديريكت وحط. بحكم اللي انا خاطر باش نطيب روز معاه حبذت لي نصمت شويه وفتفته كيما قاعدين نشوفوا. تو باش نحطوا مع البصل اللي سيا ديجا هكا قاعدين نشوفوا سيا كرمل ومر مريقله. تويكا باش نضيفوا له الدجاج نتاعنا. وهذوما اللفاح نتاعنا، عندي تابل ملح كركم وفلفل اكحل نضيفه للخليط. زدتها شويه ماء كما وريتكم، خليهم توا يطيبوا شويه مع بعضهم وبعد نكملوا ان شاء الله الوصفه. تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك وتكتبوا لي كومنتير من اللوطه تقولوا لي كان عجبتكم الوصفه ولا، وكان تعرفها كيف قولي راني نعرفها ومجربتها الوصفه، كان اول مره تشوفها الوصفه هذيا خلي لي كومنتير من اللوطه، خاطر كي نقرا كومنتارياتكم نفرح برشا. وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه. تو من بعد ما تقلى البصل بالكدا هو وسكالوب والدجاج نتاعنا، حطيت شويه، عندي شويه جبن جريير، حطيت اي انواع جبونات عندك تحب تحطها حط. لهنا عندي جبن مثلثات هذوما قصيت انا 8 توابع وحطيتهم حسب الجبن اللي عندك في الدار حطوا. قول ما حطيتش جبونات، قد ما تحط فيها جبونات قد ما تجي راهي بنينه، خاصه جبن مالح. انا ما لقيتش عندي جبن مالح في الدار، حطيت شويه، عندي شويه جبن جريير وعندي جبن هذاك حطيت. تو نبدا نقص ونفتفت فيها كجبن باش يدخل في الوصفه بالكدا. مازال باش نحطوا لها حاجات اخرين. او توا باش نحطوا الكريم فريش. ما عندكش كريم فريش تحب تعوض زاده بالياغورت الطبيعي، زاده راهو كيف يبنن. تو نورمالمون نصبوا لها شويه ماء، بحكم اللي انا نصور في دي تليفون لازمني نوقف باش نجيب الماء، خاطر الحق ما كنتش باش نصور، من بعد قلت علاش ما بارطاجيهاش معاكم، خاطر انا كنت حايره من الصباح اش باش نطيب. قلت محلها كان انا مسميتها الوصفه السحريه اللي هي تنقذني في حالاتي الكل، ما نلقى ما نطيب حكا كريم فريش شويه جبونات وسكالوب وسيء
يا الصغار تعشي ولا يبدو مروحين من القرايه زاد نص نهار ما نلقى ما نطيب لهم، نبدا واحد في القضيه ومشى وجي. هذه الوصفه السحريه ديجا الروزه وقاعد يطيب على جنب، تو لازمنا نحطوا لها شويه ماء. تحب تصمت مقرونه زاده كيما قلت لكم تخلطوا بالمقرونه، وقد ما تحطوا لها كريم فريش راهي قد ما تجي بنينه اكثر. تحب زاد تحط كريم فريش تزيد حليب، اللي كاين تحب تزيد حليب تنجم تزيد حليب، تحب تعوض الحليب بالماء ما تحبش الحليب في التطيب تنجم تعوضه بشويه ماء. ميرسي عايش بنتي الدلوله يا رب. هاي سمعتني نحكي على الماء وانا نصور قالت لي ماما نمدلك ما تقصش. حطيت لها شويه ماء نحركها، انا منقصه ديجا على الغاز ونغطيها طويكه ونخليها تاخذ غلوه. يامي على الريحه ما نحكي لكمش. حبيت نوريكم الروز اهو كيفاش قاعد يطيب، نزلوا شويه ولهنا وصلنا لاخر الفيديو. ساي الوصفه نتاعنا حارت. هذه تكستيل الاخرانيه باش نتحصلوا عليه. ميسالش حتى كان تشوفوها كيكه تحسوها نتوما فيها شويه كالمرقه، ميسالش خاطر تطفي عليها الغاز من بعديك راهو الجبن باش يشيح ويشرب وتولي جامده معناها تعقاد. صافا هكايا العشاء حضر من با نص ساعه، ما غسلت الماعون ما ركحت الدنيا وكل شيء الا العشاء حضر. الروسيات طاب وهذا ينطفي عليها ساعه الغاز. اوبلا سايي عشاء يحضر. اللي يحب يعمل كاسكروتات بالهريسه يحط ويحب يحط اللي يحب معاه. تويكا وصلنا لاخر الفيديو كما قاعدين تشوفوا. هذه الوصفه نتاعنا اللي طيبناها. زدتها روز، تحط الروز وتحط فوق منه الخلطه هذيك، تقول بسم الله وتاكل. ولا قعدنا برشا وقت في الكوجينه ولا حتى شيء. نصايف ساعه الفطور حضر. اللي يحب يزيد هريسه ويحط في الصحن وياكل، اللي يحب يعمل ساندويشات زاد كيف كيف. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.